يلا بينا اتفضل. نروح على التقييمات. اعلى بالمزيكا يا استاذ بيومي. ثانية واحدة. على اقل من مالك يا فندم. محمد شناوي. محمد شناوي. احنا بنتكلم على ماتش سياتل. ها؟ ايوه. 7. 7 من 10. اللي بعده محمد هاني. 7.5. والله يا استاذ حسن كان جامد جدا. طبعا كويس. مش 9 يعني. لا ما يعني. ماشي. متولي. 7.5. ماشي. عبد المنعم. 7. هو عامل حاجه غلط يا عبد المنعم؟ لا يعني. ماشي. علي معلول. 7. سولية. 8. اليو ديانج. 8. ماشي. حمدي فتحي. 7.5. بيرسي تاو. 2. 2. ايوه. التحركات اللي الراجل عملها مفيش. ده 1 2 اللي بتاع قبل الجون بتاع قفشه. ما هي دي الاثنين. ده الاثنين على دي. الراجل جاب جول ماتش. ماشي. كهربا. 5. ماشي. طاهر. 5. قفشه. 9. عبد القادر. 6. عبد القادر ده في حاجه غريبه جدا يا استاذ حسن. عبد القادر ده وهو ماسك الكوره اول لما يمسكها يعمل فينت تقول يا ابن اللعيبه تبقى مش قادر فيعمل الثانيه والثالثه. فيعمل الثانيه والثالثه ويبوظ الاولانيه. فيبقى تحس ان هو عايز يرقص الجمهور والمدربين ايوه عشان كده 6. فتبقى اللي هو من بعد ما تقول يا ابن اللعيبه حرام عليك. ليه مش معقول. ليه كده؟ ما مش معقول. مع انه حل مهم جدا والله العظيم. انا نفسي بس لازم هو محتاج توجيه. حته توجيه قد كده. مارسيل ما حدش هيبقى شبهه. مارسيل كولر لازم توجيه قد كده. مارسيل كولر لازم يحاسبه على اللي ده. ما فيش حاجه اسمها الترقيصه الاولى خلاص كفايه وبعدين نخش مع التيم، لكن الاولى وبعدين ترجع تاني. ودي كانت مشكله رمضان صبحي مع فايلر، بس فايلر عرف يعالجها بشكل ما يعني. المهم اللي بعده شريف. 7. في نمره الناس كلها هتستغرب عليها. رامي ربيعه. النمره بتاعت رامي ربيعه دي وانا عمري ما عملتها. كام؟ 8. 8. ده لعب دقيقتين. انا عايز افهمها بقى. ليه بقى؟ عمل حته دي تاكلينج في لحظه من اللحظات الصعبه جدا في اخر المباراه والاهلي متقدم 1-0. ايوه. 10 على 10. يساوي انقاذ يعني. بجد كان 10 على 10. ماشي. انا عمري ما عملتها بصراحه. انا عارف. بس يعني التاكلينج ده كان مهم جدا. مارسيل كولر. 10. اخيرا. بس بقى شفت اخيرا. انت بتقول لي اخيرا. انا كنت في الاستوديو في الاذاعه. يعني الراجل ده يعمل اكتر من كده؟ لا 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 استنى بس. لا ايه؟ انت هترجع في النمره؟ لا 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 ما مش هرجع طبعا. ال10 دي كمان تقييما لادائه في يعني مباريات كتيره يعني. ماشي. خلينا نقول المباراتين بتوع اوكلاند وسياتل عمل كوره كويسه. الشوط الثاني قدام سياتل بجد انا عايز رايي يعني بصراحه يعني انا ما صدقتش ان ده الاهلي اللي كان بيلعب في الشوط الاول. حاجه ثانيه خالص. وانا سالت سؤال لنفسي يعني هل هو كان عارف ان فعلا الفرقه دي بقى لها 3 اشهر اوت اوف فورم مش فت يعني فطلعت اللي عندها كله في اول 45 دقيقه وسابها تطلع كل اللي عنده وبعد كده ضغط عليها. لا يعني تم محاصره سياتل في ملعبه 45 دقيقه الثانيه. صحيح. وهنا بقى فرق المهارات بتاعت لعيبه النادي الاهلي هي اللي حسمت القصه. هي اللي حسمت في المساحات الضيقه. سياتل مش عارفين ياخدوا الكوره لكن لو مساحات بيجروا وعندهم ضغط عالي وعندهم لياقه يعني نسبيا يعني بس خلصوا طبعا في الشوط الاول يعني.